عمرك سألت نفسك إزاي حاجة بنشربها كل يوم ممكن تأثر على عظمنا؟ هل فعلا البيبسي بيجيب هشاشة في العظام؟ هل كل الناس اللي بتحب المشروبات الغازية معرضة للخطر؟ ولا في مبالغات كتيرة حوالين الموضوع ده؟ في الفيديو ده هنتكلم علميا وببساطة عن كل ده وهنفهم الحقيقة. قبل ما نتكلم عن البيبسي لازم نفهم الأول إيه هي هشاشة العظام؟ هشاشة العظام معناها إن العظم بيكون أقل كثافة، أضعف وسهل الكسر. مش لازم تقع جامد علشان تكسر رجلك أو دراعك، ممكن حركة بسيطة تسبب كسر. المشكلة إنها بتتطور في صمت لحد ما تحصل حاجة مفاجأة. طيب إيه علاقتها بالبيبسي؟ البيبسي مش مجرد سكر وغاز، ده فيه مواد تانية زي حمض الفوسفوريك فوسفوريك أسيد، وده عنصر أساسي في الطعم، بيدي الإحساس باللسعة المميزة. كافيين اللي بيدي نشاط لحظي بس ليه تأثيرات طويلة المدى. سكر كتير جدا أو مواد تحلية صناعية في النوع الدايت. السؤال بقى إيه علاقة الحاجات دي بالعظام؟ في دراسات بتقول إن حمض الفوسفوريك ممكن يخلي بتوازن الكالسيوم في الجسم. إزاي؟ الجسم محتاج نسبة معينة بين الكالسيوم والفوسفور، ولو النسبة دي اختلت الجسم يبدأ يسحب الكالسيوم من العظام علشان يعوض النقص، وده ممكن يضعف العظم مع الوقت. بس خلي بالك، مش كل المشروبات الغازية فيها نفس الكمية من حمض الفوسفوريك. المشروبات الكولا زي البيبسي فيها نسب أعلى، لكن المشروبات الشفافة زي السيفن أب والسبرايت ما فيهاش نفس النسبة. الكافيين كمان ليه تأثير على امتصاص الكالسيوم. في أدلة بتقول إن شرب كميات كبيرة من الكافيين ممكن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم اللي بناكله. يعني حتى لو بتاكل جبنة ولبن، الكافيين ممكن يخلي جسمك ما يستفادش بيهم بشكل كامل. لكن هل ده معناه إن كل اللي بيشربوا بيبسي هيصابوا بهشاشة؟ مش بالضرورة. اللي بيشربوا بيبسي بشكل مفرط غالباً نمط حياتهم بيكون فيه مشاكل تانية: أكل سريع، قلة حركة، قلة فيتامين د، عدم تناول أطعمة غنية بالكالسيوم. يعني المشكلة مش في البيبسي لوحده، لكن في الصورة الكبيرة. في دراسات لقت علاقة بين استهلاك الكولا وهشاشة العظام، خاصة عند النساء. لكن الدراسات دي مش بتقول إن البيبسي هو السبب الوحيد، هي بس بتقول إن في علاقة ممكن تكون ناتجة عن عوامل كتير مع بعض. يعني البيبسي ممكن يكون عامل مساعد مش المتهم الوحيد. مش لازم تقطع البيبسي خالص لو بتحبه، لكن قلل الكمية، ما تشربوش مع كل وجبة. عوض بشرب لبن أو مصادر كالسيوم وفيتامين د. مارس رياضة بسيطة زي المشي أو تمارين المقاومة. خليك واعي بجسمك، مش لازم تحرم نفسك، بس خليك ذكي. البيبسي مش سم، لكنه مش مية معدنية برضو. زي ما كل حاجة في الدنيا ليها حدود، المشروبات الغازية كمان ليها حدود. لو قدرت توازن بين المتعة والصحة، هتقدر تستمتع بحياتك من غير ندم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وسيب لي في التعليقات ايه اكتر مشروب غازي بتحبه، وانت شايف ان البيبسي فعلا بيأثر على الصحة ولا لأ.